السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل مع بعض صينية معمر. جبت هنا الصينية بتاعتي ودهنتها كده بالزبدة، وحطيت كمية الرز اللي انا عايزاها. دول تقريبا 4 كوبايات من الرز المغسول والمتصفي. حطيت عليهم برضو ملح، وهنا دول زبدة كام مكعب كده ما شاء الله محترمين من الزبدة. جبت اللبن السخن بعد ما غليته كويس. اللبن لازم يكون من مصدر ثقة يا جماعة عشان يبقى ما شاء الله بخير. وهقلب ده كله كده مع بعض. بعد كده هحط على المقدار ده كله حوالي كوبايتين من المية المغلية، وبرضو مع التقليب. ولو عندك اي قشطة بقى باقية من وش لبن او قشطة عادية تحطيها، هتدي المعمر طعم هايل. في الوقت ده اكون مشغلة الفرن بتاعي على 180. هدخل الصينية اديها الاول وش كده تحت الشواية زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هطفي الشواية واسيبه بيقعد تقريبا ساعة. ما شاء الله فلفل وجميل، وبألف هنا وشفا. مع السلامة.